يا مساء الفل. أيوة، زي ما قريت العنوان بالظبط، الجامع الذي لا يغرق ولا يحترق. وده كان طلب منشئ الجامع من المهندسين المختصين بعملية البناء. تعالوا بقى نبتدي الحكاية من أولها. ابتدت الحكاية لما تولى الأمير أحمد بن طولون ولاية مصر من قبل الخلافة العباسية سنة 868 ميلادية، وبعد سنوات قليلة استطاع أنه يستقل بمصر ويجعلها دويلة مستقلة تتبع الخلافة العباسية تبعية اسمية فقط. بعد كده أنشأ ابن طولون مدينة القطائع عشان تكون ثالث عاصمة في تاريخ مصر الإسلامية. ولأن لكل عاصمة إسلامية مسجد جامع، قرر ابن طولون إنشاء جامعه سنة 876 ميلادية في مدينة القطائع. أحمد بن طولون قبل البناء اجتمع بالمهندسين بتوعه وقال لهم: أريد أن أبني جامعا إن احترقت مصر بقى وإن غرقت بقى. وبالفعل استطاع المهندسين إنهم ينفذوا لابن طولون اللي هو عايزه. فعشان يحموا الجامع من الغرق اختاروا منطقة مرتفعة مواجهة لجبل المقطم اسمها جبل يشكر، واللي بينتسب لقبيلة عربية استقرت في المكان ده بعد الفتح الإسلامي لمصر. وبالرغم إن مصر لم تتعرض لفيضان كبير بعد إنشاء الجامع، إلا إنه تحقق ليهم هدفهم ولم يغرق الجامع أبدا. وعشان يحموا الجامع من الاحتراق تم بناء أساساته وجدرانه وسقفه وعقوده من الطوب الآجر، وهو عبارة عن طوب بيتم صنعه من الطمي المحروق، واللي من صفاته إنه لو اتعرض للنار فيما بعد ما بيتحرقش أبدا، على العكس بيزيد صلابة أكتر. أما عن الأعمدة الحاملة لسقف وعقود الجامع فدي بقى لم تبنى من الرخام أو الجرانيت كالعادة بسبب إنها صخور قابلة للاحتراق. فتم اختيار أن يبنى الجامع ولأول مرة في مصر من دعامات مكونة هي الأخرى من الطوب الآجر الغير قابل للاحتراق. وبعد بناء الجامع بحوالي 20 سنة وتحديدا سنة 904 ميلادية، نجح القائد العباسي محمد بن سليمان الكاتب في استعادة مصر تحت سيطرة الخلافة العباسية مرة تانية. وبسبب أغراض سياسية أحرق مدينة القطائع كلها، ولكن الحريق ده لم يؤثر في جامع أحمد بن طولون تماما. وظل الجامع من الوقت ده أقدم آثار مصر الإسلامية الباقية على حالتها والمحتفظة بتفاصيلها المعمارية وهيكلها الأصلي. خلصت حكايتنا، ما تنسوش تشتركوا معانا عشان تشوفوا فيديوهات كتير جاية. سلام.